هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ فيديو اليوم مثل ما قلت لكم بالبث البارحة قلت لكم انه راح اروح المدرسة ابني ويردون من عندنا نسوي اكل. مثل ما تشوفون انا سويت هذا البرياني الالوان والحشو مال البرياني، وسويت قطع الدجاج، وراح تشوفون شلون اكلوهن وتعجبوا عليه. صار هجوم على البرياني، الحمد لله والشكر، كلش طيب صار وعجبهم الاتراك، تعجبوا عليه. وتعالوا وياي نشوف الفيديو نكمل احنا وياكم. راح نبدي بسم الله بالمكونات الوصفة. قلت اسوي لكم الوصفة، يلا بعدين اشوفكم الهجوم اللي صار على البرياني. هنا انا عندي افخاذ مال دجاج مثل ما تشوفون، غسلتها وشطفتها وضفت لها ملعقة ونص ملح ونص ملعقة فلفل اسود، وراح اضيف لها همينة بهارات مال دجاج خاصة هنا أنا موجودة يمنا، كلش طيب طعمها. وراح اكتب لكم المقادير بصندوق الوصف ان شاء الله مال البهارات. وراح اضيف همينة ملعقة، تقريبا ملعقة الا شوية بابريكا مو حيل حارة، وملعقة خل عادي ابيض. وراح اضيف تقريبا ربع كوب زيت مو زيت زيتون العفو. راح اضيف هنا كمية من اللبن الزبادي بهذا الشكل، تقريبا 4 ملاعق كبار. وراح امزجهم واخليهم على صفحة حتى احضر الصينية مال الشوي. مثل ما تشوفون طبعا تقدرون تخلونها بالليل تسوونها هاي الخطوة، والصبح تستعملونها مصير طعمها كلش طيب. هنا أنا جبت هاي الصينية مال الشوي، وراح انزل حبات البطاطا بهالشكل، كم حبة مو هواي يعني سويت لان الدجاج عندي هواي. وراح اضيف البصل اقراص سويته بهذا الشكل، راح اضيفه بالصينية. هذا كله جوا الدجاج اللي راح اشويه بالفرن. وهنا أنا بديت أصفط الدجاج بالصينية بهذا الشكل. طبعا هذه قطع الدجاج أنا نظفتها تنظيف زين ونقعتها بشوية خل وخشطفته مثل ما قلت لكم. وهنا أنا حكمل تصفية الدجاج بهذا الشكل. راح أضيف له حلقات الليمون بالجوانب، تعطي طعم كلش طيب طبعا الليمون. وهنا أنا عندي فلفل أحمر قطعته حلق، أو فلفل أخضر إذا ما عندكم فلفل أحمر، وصفته همينة بالجوانب بهذا الشكل. وراح أضيف تقريبا كوبين مي على الدجاج. هاي البقعة الخلطة العفو مال الدجاج نزلته فوقه، ونزلت الماء تقريبا مثل ما قلت لكم كوبين ماء. واذا ما تحبون بيها شوية ماء سائل حطوا كوب ونص. وهنا راح اسلفنه بالسيليفون وادخله للفرن تقريبا ساعة ونص على درجة حرارة 250. واشيل السيليفون اول 3/4 ساعة اشيل اغلفه بالسيليفون، بعدين اشيل السيليفون واخليها تتحمر من كل الجوانب. هسه راح نبدي نسوي الحشوة مال البرياني. هنا أنا عندي كمية من الزيت شوية غزيرة، ضفت بيها 3 حبات بصل وحنتظرهم شوية يشقرن وارفعهم من الزيت بهذا الشكل. اشقر عندي البصل وراح ارفعه، او طبعا انا خليت جدرية بصفي، راح اجمع بيها الغراض كلها اللي راح اسويها. وهنا انا حبة بطاطا قليتها، ما استعملت هواي بوتيتا لان انا عندي مسلوقة ويا البازاليا. وهنا رفعت اني الزيت كليته وخليت كم حبة فطر، تقريبا 6 حبات قطعتهم شرائح بهذا الشكل وبديت احمسهم. تسمعون طبعا صوت الكناري، هاي كل ما اريد اسجل يقوم يغرد، ما اعرف ايش بيه. هنا أنا انحمس عندي الفطر، راح ارفعه ويا المكونات اللي قلت لكم عليها. وهنا أنا عندي نص كيلو شعرية لان انا استخدمت كيلو تمن بازمكي. هنا أنا نص كيلو شعرية كلها استخدمته مثل ما تشوفون. طبعا ما خلي زيت بالطاوة وراح انتظرها تحمر، انا احبها لونها يصير شوية غامق بهذا الشكل. وراح اضيف لها كاسة ونص مي، وياها ظرف ماجي واحد، ماجي دجاج هذا مثل ما تشوفون. واتركها على النار تقريبا ثلث ساعة الى ان شوية تذبل عندنا الشعرية، ويعني تصير مو قوية ما تقرط، لازم تذوقوها بهذا الشكل. انا حقلبها واتركها. هنا أنا ورا ثلث ساعة اجيتها هيك صار شكلها. راح انقلها على الجدر اللي قلت لكم عليه اللي جمعت بيه كل المكونات. وهنا أنا مثل ما تشوفون هنا نضفت اني ملعقة زيت، وراح اضيف تقريبا كف لوز بهذا الشكل، راح احمره
تحمر عندي هنا اللوز، وراح اضيف همينه وراه الكشمش همينه احمره. هنا شوفون بنات كله سويتها الحشوه بطاوه وحده، ما وسخت هوايه قداري. هي بهاي الطاوه وبالجدريه سويت بيها الحشوه. هنا كملت عندي الحشوه، راح اضيف لها البازاليا والجزر. عندي هنا مسلوقات وضامتهم بالفريز، طلعتهم بس غسلتهم وشطفتهم عفوا، وضفتهم على الحشوه. وراح اضيف البهارات. عندي هنا ملعقه صغيره كركم، اذا احنا هنا الكركم مالتنا شويه حاد، انا احط ملعقه صغيره. وهنا بهارات برياني، راح اضيف تقريبا ملعقه وسط بهارات برياني، هاي كل شي بيها البهارات. وراح اضيف 3 حبات هيل للطعم، واترك هالحشوة تقريبا ربع ساعة على نار هادية الى ان تتجانس كل المكونات. هسه نجي على التمن اني هنا مي حار بملعقة ملح وكيلو تمن بزمكي ناقعته قبل نصف ساعة، وخليته على النار الى ان شوية يستوي التمن، وارفع ربع ساعة اخليه اني بالمي الحار. هنا ننبزل عندي التمن ربع ساعة، أنا ضفت له كم حبة هيل وضفت له فد 5 ملاعق زيت بهذا الشكل. وراح أبدي ألون التمن، حأعلمكم شلون تلونون. هنا عندي لون أحمر غذائي، حاولوا تملسون السطح مال التمن. حطيت بالحوافي لون أحمر، أو إذا عندكم زعفران، أنا هنا هذا الزعفران ناقعته وخدت المي مالته. وهنا أنا عندي لون أخضر غذائي خليته فوق التمن، ما راح ألعب بيهم نهائيا. وهنا أنا همين ضفت شوية لون أحمر حتى شوية اللون الأحمر حلو يطلع. وراح أبدي أسوي الطعم المدخن بالتمن. الطعم المدخن بالتمن هنا أنا عندي سيليفونة وفحماية، وخليت عليه كمية من الزيت وخليتها بالقدر مثل ما تشوفون. وراح أغلقه بالسيليفون وأخليه على نار هادئة تقريبا 3 ساعة، راح يطلع عندكم كلش طيب. بيكاري هذا بيكاري كاري لا لون الباقي يلا اوكي دجاج bir saniye tamam. Şundan. Evet. هاي بس حشوه قولي لها. Teşekkürler. قولي لها بس حشوه، هاي لازم فوق التمن. احنا هيك ناكل. برنجي اول شيء التمن. Öyle mi? Ben yanlış yemişim. Ha böyle. Bilmiyoruz biz. O zaman bunu ولهنا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يعجبكم الفيديو اليوم. طبعا أني كلش تعبت وما قدرت أسجل صوت على الفيديو لأن ازدحام والصوت كلش قوي، فحاولت أسجل عليه مثل ما شفتوا. إن شاء الله يطلع لكم الفيديو بصورة حلوة ويعجبكم الفيديو. لا تنسونا حبايبي باللايك والاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات، ومع ألف سلامة.